يا هلا بكل المهندسين الأحباب، واليوم جايب لكم ملخص فيلم الجريمة والإثارة ثيرزداي. ولو عجبك محتوانا فيا ريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك. يمكن لإلك اللايك يكون سهل جدا، ولكنه بالنسبة لإلي أحلى هدية منكم يا مهندسين. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بتاجر مخدرات صغير اسمه نيك، وبكون يشتري قهوة، وبيطلب منه زملائه بالشغل دالاس وبيلي إنه يستعجل، وبيختار نيك نوع معين من القهوة ولكنه بينصدم بسعره. فدالاس بتسحب سلاحها وبتخلص على الكاشيرة لأنها كرفت من نيك وما طلته حتى على مستوى انه يشتري قهوة. وفجأة بيوصل شرطة للمكان، ولما يشوف دم على الارض بيخلصوا عليه فورا. وباليوم الثاني بيروح نيك لبيت واحد اسمه كيسي، واللي بيكون شريكه بتجارة المخدرات قبل 3 سنين. وبيكون كيسي متغير من نواحي عدة بعد ما ترك شغل المخدرات، حتى انه اصبح مهندس معماري وتزوج امرأة جميلة، وبانه حاليا يبحث عن طفل للتبني لانه مراته عقيمة. وبيطلب نيك من كيسي انه يستخدم سيارته، فكيسي بدون تردد بيقبل. وبعد ما يطلع نيك من عنده بيشوف كيسي حقائب على سريره، ولما يفتحهم بيطلع فيهم مخدرات. وبيتصل نيك على كيسي وبيصرخ عليه وبقول له ايه اللي بتعمله يا واد انت. وبعدها بيرمي كل المخدرات بحوض المياه. وبعد شويه بدق على باب بيته واحد بيعرفه من زمان اسمه ايس، وبيكون ايس من ضمن عصابه اجراميه. وبيضرب ايس كيسي وبثبته وبيكون حيقتله. وبيحكي له نيك مخبي عندك فلوس ومخدرات، اعطيني اياهم قبل ما اخلص عليك. وبيحاول كيسي يقنعه انه ما عندهوش الفلوس ولا المخدرات، بس ايس ما بيقتنعش وبيكون حيقتل كيسي. ولكنه فجاه بيتلقى اتصال من مراته، فبيستغل كيسي الفرصة وبيضرب ايس وبوقعه على الارض وبيربطه وبيرميه. وفجأة بيجي موظف دار الايتام اللي اسمه الدكتور جارفيس، وبيدق على باب بيته ليناقش مع كيسي قدرته على تبني طفل واذا كان بيقدر او لا. فكيسي بيحاول ينظف اثار الفوضى اللي صارت بسبب اقتحام ايس البيت. وبيسأل جارفيس كيسي شو كان يعمل بلوس انجلوس لانه ما كان عنده اي حساب رسمي هناك. وبيحاول كيسي انه يغطي على ماضيه الاسود على قد ما يقدر. وخلال المقابلة مع جارفيس بتيجي دالاس لبيت كيسي، وبتحكي له انه نيك ترك فلوس بين حقائب المخدرات اللي تركها عنده. وبتفضح دالاس كيسي امام جارفيس، وبتحكي له عن ماضي كيسي الاسود وشغله بالمخدرات. فبخاف جارفيس وبغادر فورا. وبتربط دالاس نيك بالكرسي وبتحقق معاه عن مكان الفلوس اللي حطوهم نيك، وببان بانها خاينه لنيك. ولما ما يكونش في فايده من التحقيق مع كيسي بتقرر دالاس تخلص عليه. وفجاه بيدخل بيلي للغرفه وبيقتل دالاس. وبيبدا بيلي يحقق مع كيسي عن مكان المخدرات والفلوس، وبيحكي كيسي بانهم مش عنده، ولكن بيلي ما بصدقهوش. وبقرر بيلي يعذب كيسي من خلال انبوب النار. بس فجاه بتوصل الشرطه لبيت جيرانهم، وبيلي بيروح يراقبهم. وبهالاثناء بيقدر كيسي يفك قيوده بينما بيلي بيراقب الشرطه. وبيمسك كيسي طاوه وبيستخبى لبيلي. ولما يرجع بيلي بيغفله كيسي وبيخبطه بالطاوه على وشه وبيربطه وبيعلقه من فوق لتحت. وفجاه بيتصل نيك بكيسي وبيعتذر له لانه سرق المخدرات والفلوس من الشرطه وحطوهم عنده. وبيظهر انه نيك متصاب بطلق ناري وعماله بيموت. وفجاه بدق على باب كيسي محقق فاسد اسمه كساروف، وبيحط كيس على طاوله كيسي بيكون موجود فيها راس نيك. وبيحكي لكيسي بانه ما بيهمهوش موضوع المخدرات، ولكنه عاوز الفلوس قبل الساعة 7 الصبح. وبياخذ كيسي كسارف لكراجه، وهناك كسارف بخلص على كل من ايس وبيلي. وقبل ما يطلع بيحكي لكيسي انه يرمي جثتهم باقرب حاوية قمامة. وبيظهر انه كيسي بيعرف محل الفلوس اللي حكى لهم عنه نيك، وبيكون مخبيهم بعجل سيارته. وبيتصل كيسي على رئيس عصابة ايس وبيحكي له بانه الفلوس حتكون موجودة ببيته على الساعة 7 الصبح. وبهيك بيقدر كيسي يعلق عصابة ايس بكسارف والشرطة، وتكون بينهم حرب اسلحة نارية ببيته. وكيسي طبعا هرب من البيت بالفلوس. وبيلتقي كيسي بمراته بالمطار وبيطلب منها تيجي معاه على فرنسا لانه حيستقر هناك. وبوريها كيسي 2 مليون دولار بالحقيبه اللي معاه، فبتنبسط مراته وبتوافق. وبيركبوا باللامبورجيني الخاصه بدالاس وبينطلقوا ليلحقوا اقرب رحله لفرنسا. وتوتا توتا خلصت الحتوته. وهذا كان ملخص فيلم ثيرزداي. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهه اشترك بالقناه يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناه واستمرارها. وما تنسوش تعملوا متابعه على صفحه مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف. وبرضه ما تنسوش تعملوا متابعة على صفحة ويسكر على الفيسبوك اللي بنشر عليها محتوى ألعاب وبثوث مباشرة. وبس بشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم أخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.